ماذا يختبئ تحت سطح المملكة المغربية الساحر بمناظره الخلابة ومدنه النابضة بالحياة؟ هل يمكن لجمال الشواطئ وعبق التاريخ أن يخفيا صراعاً يومياً مريراً؟ انطلق معنا في رحلة استكشافية جريئة إلى قلب الواقع المغربي، حيث نواجه الأسئلة المحرجة ونكشف الجروح العميقة. من بطالة تخنق أحلام الشباب وفساد ينخر كالسرطان، إلى نظام صحي يئن تحت وطأ الضغوط، وتعليما يعاني من أزمة هوية. هذا ليس مجرد سرد للمشاكل، بل هو تشريح عميق لعشرة أمراض اجتماعية تهدد نسيج المجتمع وتعرقل مسيرة التنمية. هل أنت مستعد لاكتشاف الحقيقة الكاملة؟ اقرأ التقرير التالي لتفهم التحديات التي تشكل الوجه الآخر للمغرب. 1. البطالة، خاصة بين حاملي الشهادات الشباب، مما يؤدي إلى الإحباط وهجر الأغيار. 2. ارتفاع تكاليف المعيشة مع استمرار التضخم وعدم تناسب الأجور مع أسعار المواد الأساسية والسكن. 3. فوارق اجتماعية صارفة، هوة عميقة بين فئة قليلة غنية وأغلبية تعاني من الهشاشة مع تفاقم الفقر. 4. نظام صحي هش يعاني من نقص في الموارد والبنيات التحتية والطواقم، مما يحد من ورود الخدمات المواطن العارب. 5. جودة التعليم، أزمة هيكلية في المنظومة التعليمية تنتج تخريجا لا يتلائم مع سوق الشغل، مما يعيق الحراك الاجتماعي. 6. تدهور الخدمات العمومية كالنقل والماء والكهرباء في بعض المناطق، خاصة القروية، مما يزيد من عزلتها. 7. الفساد، استجراء رشوة والمحسوبية في الإدارة، مما يقوض الفرص متزاوين ويضعف الثقة في المؤسسات. 8. التهميش الهوي، تركيز الاستثمارات التنمية في المحاور الحضرية الكبرى على حساب المناطق الداخلية. 9. ندرة المياه، تفاقم الإجدار المائي بسبب الجفاف المتكرر وسوء التبيير، مهددا الأمن الغذائي. 10. صعوبة ورود السكن، ارتفاع كلفة الإيجار وتمويل الحقود يصعب على الشباب والعائلات متوسطي الدخل الأمل للسكن لائف. هذه المشاكل متشابكة وتغذي بعضها البعض، مما يتطلب إرادة سياسية وإصلاحات هيكلية عميقة لمعالجتها.